اهلا بحضراتكم. مراتي حامل وتعبانه وراقده في السرير، وكان لازم حد يجي يقعد معاها. ما كانش طبعا في حد يجي يقدر يقعد معاها ويستحمل مده الحمل كلها الا مين؟ حماتي. انا اسامه، احكي لكم القصه من البدايه. انا اتجوزت مراتي من 6 سنين. انا عندي 33 سنه وهي اصغر مني ب3 سنين، وما حملتش في مده 6 سنين كلهم الا السنه اللي فاتت. ولما حملت في الشهر التاني رحنا للدكتور، قال الحمل بتاعها من النوع ان هي ممكن ينزل اي وقت لو ما اهتمتش بنفسها. يعني ايه؟ يعني لازم ان هي ترقد على السرير من الشهر التاني لغاية اخر الحمل. فهنا طبعا ما كانش فيه الا مامتها اللي هي ممكن تيجي تقعد معاها. حماتي ست ارملة من 10 سنين، عندها بنتها اللي هي تبقى مراتي وولد تاني، والاتنين متجوزين، وهي قاعدة لوحدها. فطبعا فاضية وجت علشان خاطر تقعد معانا وتراعي مراتي وفي نفس الوقت تراعيني. وحصل حقيقي، وجت وبدأت تخدم مراتي، ولقيتها كمان بتخدمني وبتراعيني. يعني بتعمل معايا الصراحة اللي أنا ما كنتش أتوقعه. اجي من الشغل الاقي الاكل موجود، والاقي الشقه معموله، والاقي الاوضه بتاعتي زي الفل ومهتميه بيا جدا جدا وعامله لي الف حساب. بدانا احنا الاتنين نتقرب من بعض ونتكلم مع بعض لان هي انسانه كده فرفوشه واموره جدا وحلوه، وسنها يعني في الخمسينات. فكنت باجي من الشغل بحب ان انا ادخل البيت، ويوم اجازتي الاول كنت بنزل، ما بقتش انزل. بحب ان انا اقعد معاها. حتى بالليل كنت دايما كده ساعات انزل اقعد على الكافيه، ما بقتش انزل. احب دايما اقعد مع حماتي. ولقيتها كده في يوم من الايام انا داخل المطبخ، بصيت لقيتها راحت حكت فيا وقربت مني. طبعا انا ما بقدرش اعمل اي حاجه، ما اقدرش ان انا اتخذ اي خطوه خالص، لان لو عملت اي حركه طبعا هيتحسب عليا. دي حماتي والتانيه مراتي. ف وانا شاب عندي 33 سنه وهي ارمله بقى لها 10 سنين. لقيتها خدتني من ايدي وشدتني على اوضه النوم، وحصلت بينا العلاقه الكامله احنا الاتنين. واستمرينا على كده طول فتره حمل مراتي. اجي من الشغل الاقيها محضره لي كل حاجه ولابسه لي احلى لبس، واخر الليل ادخل لها الاوضه ونمارس مع بعض. ومراتي طبعا جوه مش داريه بحاجه ولا عارفه حاجه طول فتره الحمل لغايه ما الحمل تم على خير، ومراتي ولدت توأم. وكان لازم طبعا التوأم دوت ما تقدرش مراتي تقعد بيهم الاتنين، صعب شوية. فلازم كانت حماتي تقعد معاها، فقعدت معاها شهرين بعد الولادة. وفي الشهرين دول برضو كنا مستمرين على اللي احنا فيه. وبعد ما روحت بيتها بقت تجينا مرتين في الأسبوع. أنا دلوقتي مش عارف أبطل، ولا هي نفس الكلام. وهي بتحبني جدا وأنا بحبها جدا، ومش عارف أتصرف إزاي ولا عارف أعمل إيه. أنا عارف إن أنا بعمل غلط، وعارف إن أنتوا هتعلقوا وتقولوا لي إن أنت بتعمله ده غلط وحرام، لكن أنا مش عارف أعمل إيه. القصة دي يا جماعة أنا افتكرت إنها قصة خيالية. أنا عايز أقول لك بقى إن أنت إنسان قذر بطبعك، لأن أنت عارف إن ده غلط وتقول إن ده حرام، وعارف إن في توبة. طيب ما تتوب على اللي أنت فيه يا أخي. ده زنا، ده زنا محارم. ده ربنا رزقك بتوأم يا أخي بعد 6 سنين، احمد ربنا. دي مراتك لو عرفت ممكن تتجنن وتخش مستشفى، يعني الأمراض النفسية، لأن أمها وجوزها يعني صدمتين، صدمتين جامدين جدا. لما يكون جوزها بيخونها مع مين؟ مع أمها. وأمها بتخونها مع مين؟ مع جوزها. يعني حاجة صعبة ما يقدرش يتصورها عقل.